إرادتنا ملكنا احنا لوحدنا ونبني كلنا مع بعض، الحلول هتبقى سهلة وميسورة وهتاخد وقت، لكن هيتحقق فيها بفضل الله أهداف كتيرة. اجتهدت فقدرت أن الوقت قد آن لتحويل ثورتنا وطاقتها الهائلة إلى طاقة بناء وتنمية، وأن السبيل لذلك هو تجنب الإجراءات الاستثنائية قدر الإمكان والسعي لإصلاح المؤسسات من داخلها. لكن الممارسة خلال العام أثبتت أن الثورة لكي تتحرك نحو تحقيق أهدافها لا بد لها من إصلاحات جذرية وسريعة أنا عايز أقول لكم إن المسؤولية بتحتم على المسؤول بالضرورة في هذه المرحلة أن يكون واضحا وصريحا. مفيش حد عايز يحقق مصلحة بلده وهو مسؤول بجد ويرضي ربه بجد ويهرب من المسؤولية. إذا وضع فيها زي حالاتي كده لازم يشيلها بقدرها، لازم. ما عادش فيه مغانم في المسؤولية، ما عادش فيه مصالح أشخاص في المسؤولية، لكن في إرادة وهمة وحرص على تحمل المسؤولية. أنا فاكر من وأنا صغير بتعلم: إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد أبدا. الممارسة أثبتت أن الثورة لكي تتحرك نحو تحقيق أهدافها، ثورة المصريين بتاع 25 يناير هي ثورة واحدة بس، كل المصريين شاركوا فيها، كلهم دفعوا ثمن قبلها وأثناءها وبعدها، مستمرة. تجربة في السنة وأنا ماشي معاكم أثبتت أن الثورة لكي تتحرك نحو تحقيق أهدافها لا بد لها من إصلاحات جذرية وسريعة في هياكل وأداء مؤسسات الدولة، ولا بد لها من حلول غير تقليدية. وأضع تحت عبارة غير تقليدية عدة خطوط. اجتهدت. انتوا عارفين ان المجتهد اذا اخطأ له اجر، طالما كان، اسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون كذلك، مخلصا في اجتهاده، اذا اخطأ فله اجر، واذا اصاب فالاجر للمصيب والاجر للمخطئ اذا ما صوب خطأه. اجتهدت فقدرت أن خريطة الأحزاب السياسية بعد الثورة تقدم تمثيلا وافيا للتيارات والاتجاهات الشعبية المتنوعة، وأن التجربة السياسية القائمة على الانتخابات وشرعية الصندوق كافية لاستيعاب الجميع، لكن الممارسة
لكن الممارسة أثبتت أن قوى أساسية مثل قوى الشباب لم تجد لها مكانا في العديد من الأحزاب القائمة ولا في مفردات العملية السياسية برمتها. كثير من هذه القوى لا تجد اليوم بعد 2.5 عام على الثورة وسيلة غير الرجوع للشوارع والميادين للتعبير عن مواقفها ومطالبها. يعني أن هذا الشباب امتلك حالة ثورية وطاقة للتغيير لم تجد في الحياة السياسية ما يستوعبها، ويجب أن نصحح ذلك. اجتهدت فقدرت أنه سيكون من اليسير أن يتقدم إلى المناصب التنفيذية أفضل الكفاءات الذين حرم الوطن منهم لسنوات من المحسوبية والفساد في ظل النظام القديم، ولكن الممارسة أثبتت أن ما لدينا من وسائل لمعرفة واجتذاب وتكليف تلك الكفاءات والخبرات، التجربة أثبتت أن هذا قاصر عن استيعابها وتقديمها، فظل كثير منها بعيدا عن المشاركة والتأثير رغم حرصه وتدفق أفكاره وغزارة عطائه التي حرمنا منها في هذه الفترة الحرجة. هذا عني وعن مؤسسة الرئاسة أقوله بكل صراحة حتى أتحمل نصيبي أيضا من المسؤولية عن الأوضاع القائمة وأتحرك نحو تصحيح تلك الأوضاع على بصيرة ومسؤولية. فماذا عن الآخرين؟ لا يخفى على عاقل أن هناك من يناصب هذه الثورة عداء سافرا، ففي الخارج هناك من يدرك ماذا تستطيع مصر الحرة القوية النامية المتطورة أن تقدمه لأمتها وعالمها. وفي الداخل فهناك من يتوهم إمكانية إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ورجوع دولة الفساد والقهر والاحتكار والظلم التي يبدو للأسف أن من بيننا من لا يتصور لنفسه عيشا ولا حياة بدونها. حاجات غريبة الواحد بيشوفها، ناس بتتكلم كأنها من الثوار. مكرم محمد أحمد هو كان من الثوار. نقابة الصحفيين قامت عليه وطلعته واختارت حد تاني، وبعدين بعد سنتين الجو كده في وجود الرئيس الطيب اللي بيقول لازم مش عارف ايه، بيقول انا من الثوار، ده حتى صفوة الشريف بقى من الثوار رغم. ليه لا يعني بالمرة؟ وزكريا عزمي بكرة هيبقى من الثوار، ليه لا؟ ما هو كله بيطلع براءة، ليه لا يعني؟ ثوار ايه؟ لم يدخر أعداء مصر جهدا في محاولة تخريب التجربة الديمقراطية، بل ووأدها بمنظومة من العنف والبلطجة
والتشويه والتحريض والتمويل، بل واللعب بالنار في مؤسسات شديدة الأهمية. معروف انه بقايا المستفيدين اللي كانوا من النظام القديم يعز عليهم انه يشوفوا مصر بجد بتنهض، وان اهلها جيشها وشعبها وشرطتها مع بعض. ما هو زمان كان النظام يجرم يعمل اللي هو عايزه، ووظف ناس من الامن غصب عنهم يحموه، وبعدين بهذا يوجد الشقاق والحقد والشروخ بين الشعب وبين بعض رجال الامن، وحتى احيانا تشوه المؤسسه. فدول عاشوا خفافيش ظلام زمان، دلوقتي بيقول لك احنا ثوار. من جانب آخر هناك معارضة وطنية لا نملك جميعا إلا أن نتكاتف من أجل أن تقوى وتتجذر ويصبح لها وجود شعبي، بحيث تقوم بأدوارها الأساسية في تداول السلطة والرقابة الديمقراطية وتقديم البدائل في الحكم والتنمية. أنا نفسي أشوف بجد ما أتمناه على ربي وما أبذل من أجله جهدا كبيرا، أن أحرص بجد تداول سلطة حقيقي ديمقراطي في مصر. أتمنى هذا والله، إن شاء الله حتى الصبح بكرة، إن شاء الله بكرة، طالما أنه طبقا لما أحرزنا من مسيرة ديمقراطية ومن استقرار دستوري ودستور. أنا سأحرس هذا لكي نعتاد ولدنا بعدنا، يا أهل مصر كلنا نتعود إن احنا نتداول السلطة بطريقة سلمية زي الدنيا كلها. عايزين معارضة، وده موجود منها كتير دلوقتي، وفية لبلدها، بتتحرك في المجتمع، عندها رؤية ووجهات نظر في الحكم، الناس ينتخبوها ويختاروها، فتتبادل السلطة مع القائم على السلطة، والقائم على السلطة جه بإرادة الشعب مش بإرادة تانية. وللأسف اختارت بعض الفصائل مع أول بادرة للخلاف في الرأي مع الرئاسة أن تتخلى بسرعة عن قواعد العملية الديمقراطية في أبسط صورها، وهي الاحتكام للصندوق والالتزام بالشرعية، وامتنعت عن المشاركة في المناصب والأدوار الوطنية. أنا هقف قدام دي شوية. احنا في أول تشكيل وزاري